في كلمة أول ما تسمعها تتخيل بحر مظلم، سفينة بتشق الموج، وراجل لابس قبعة ثلاثية وبيصرخ: ارفعوا الأشرعة. الكلمة دي هي القرصون. لكن هل القراصنة كانوا فعلا مجرد حرامية بحر، ولا كان ليهم نظام، حضارة وتاريخ؟ خلينا نبدأ القصة من جذورها. القراصنة مش شيء جديد خالص، ده تاريخ بيرجع لأكتر من 3000 سنة. أول ذكر ليهم كان عند الفراعنة. نقوش مصرية قديمة سجلت هجمات من شعوب البحر على السفن التجارية، لكن أضخم مرحلة في تاريخ القراصنة كانت ما بين سنة 1650 و 1730، والمعروفة باسم العصر الذهبي للقراصنة. في الوقت ده كانت أوروبا كلها بتنهب الذهب من أمريكا الجنوبية، وكانت السفن الأسبانية شايلة كنوز كتيرة من ذهب وإنكا وأحجار كريمة، ما كانتش بتحمل أمل النجاة لو شافها قرصان في البحر الكاريبي. من هنا ظهروا أشهر القراصنة في التاريخ: إدوارد تيش المعروف ببلاك بيرد، أسطورة الرعب البحري. إن بوني، واحدة من أخطر القراصنة وكانت بتلبس زي الرجالة عشان تخدع أعدائها. بارثولوميو روبرتس اللي نهب لوحده أكتر من 400 سفينة. لكن هل تعرف إن القراصنة كان عندهم دستور؟ أيوة، وثيقة قانونية فعلية اسمها قانون السفينة أو بيريت كود، بتحكم كل حاجة من توزيع الغنائم والعقوبات وحتى عدد ساعات النوم. وكان في تصويت ديمقراطي لاختيار الكابتن. أيوة بالظبط زي ما سمعت، يعني القراصنة سبقوا الديمقراطية الحديثة بقرون. أما السفن بتاعتهم فكانت تحف عسكرية متنقلة، أشهرها سفينة بلاك بيرد، واللي اسمها بالإنجليزي ذا كوين أنيز ريفنج، وسفينة ويدا جالي اللي غرق بيها القراصنة ومعاهم آلاف القطع الذهبية، وسفينة فانسي واللي هي سفينة هنري أفيري اللي بيسموه ملك القراصنة. لكن مش كل القراصنة كانوا أشرار، بعضهم كانوا بيتمردوا على الظلم السياسي أو هربانين من تنمية قسري. وكان في قراصنة أفارقة على فكرة، وعرب ونساء، زي القرصان العربية الشهيرة سيدة الآسيوية. أما بخصوص الكنوز، ف90% من القصص عن الكنوز المدفونة مجرد خرافات أدبية وكتابية. مفيش أي دليل حقيقي على كنوز مدفونة في الشواطئ أو في الجزر أو حتى في السفن. بس في كنز واحد بس، كنز كابتن كيد اللي أعدم سنة 1701، محدش لحد النهاردة عارف مكانه وإيه حكايته كاملة. العملة اللي كان القراصنة بيستخدموها اسمها قطعة الثمانية، pieces of eight، وكانت عملة أسبانية من الفضة، غالبا بيتكسر منها أجزاء صغيرة. شكلها الغريب والرموز اللي عليها خلت البعض يعتقد إن فيها تعويذات سرية تبع القراصنة، وإنها كانت بتستخدم في طقوس سرية أو سحرية على متن السفن عشان يقووا من قوتهم والأسلحة بتاعتهم، ويقدروا يستغلوا المعادن اللي معاهم والذهب اللي معاهم عشان يحققوا فلوس أكتر. والغريب، في باحثين اكتشفوا عملات فيها رموز ماسونية، وأخرى منقوش عليها رموز شمس وقمر وتنانين. ده فتح باب من نظريات مؤامرة إن بعض القراصنة كانوا جزء من أخوية بحرية سرية بتحمي علوم مفقودة. لكن زي ما ظهروا فجأة، القراصنة بدأوا يختفوا فجأة. ليه؟ علشان الحكومات بدأت تطردهم، والتجارة البحرية بقت أكتر أمان. قراصنة اتعلقوا على المشانق أو تم اصطيادهم واحد ورا التاني. لكن المفاجأة، القراصنة ما انتهتش. في القرن 21 في مناطق زي الصومال، نيجيريا، ومضيق ملقا لسه في قراصنة، بس بدل السيوف معاهم صواريخ ومعاهم GPS وحتى معاهم تابات وموبايلات ورشاشات. وفي النهاية القراصنة مش مجرد ماضي، دول مرآة لعصر من الفوضى والحرية والدم. وسؤال بيطرح نفسه: هل القراصنة كانوا وحوش بحر، ولا آخر أحرار على وجه الأرض؟ بس كده، سلام.